اختتمت بطولة أمانة محافظة جدة والتي أقيمت على حديقة الأمير ماجد بن عبد العزيز، وكان اللقاء النهائي قد شهد تنافسا بين فريق كيكو وفريق ريال مدريد، انتهى بانتصار لفريق ريال مدريد بهدفين دون مقابل. الكرة تصل من جديد للأمام، روكا يتابع الكرة تصل بعد ذلك إلى ركلة مرمى. في هذه البطولة مواهب مع النجوم مع مع كريم الحوار وهذا اللقاء. انت الأكاديمية وتفرج تياترا، كرة تصل من جديد للأمام على عمر بطولة الأمام. كما شهد اللقاء حضورا جماهيريا كبيرا، والذي شهد أيضا حضور وكيل أمين محافظة جدة المهندس أحمد سليمان المحنبي. عمر البور في الرقم 4، عبد المحسن الصبحي 25، صالح الحميدي 7، عبد العزيز. هذا وقد تم تسليم الجوائز أيضا لكل المشاركين والمكرمين الذين ساعدوا على إنجاح هذه البطولة. كما كان هناك لقاء قبل بداية المباراة جمع بين قدامى نادي الأهلي ونادي الاتحاد، حظي أيضا بمتابعة جماهيرية شيقة أثناء اللقاء. وحيد جوهر في المكرمين، العاب لكار اهلاويه، عاد تلقى بالمكرمين، الاهلي يبحث عن التفكير، يتابع اللقاء الان، عدى يا لعيب يا جلاها. الله 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 يا استاذ، الله يمهدك، الله يمهدك، يسعد واحد من نجوم الكرة السعودية. اليوم ما شاء الله هذا التجمع الجميل بين لاعبي قدام الاتحاد والاهلي، كيف ترى؟ والله نتمنى انه دائما كذا يعني يصيروا هنا، يعني بصراحه ما بيقصروا الشباب، بيتواصلوا كلهم القدامى مع بعض، بيتواصلوا، بيلعبوا تمارين، بيلعبوا تحديات. بس طبعا اليوم عشان في مباراه نهائيه وفي احتفال كبير حلو كان التجمع بصراحه. اليوم ما شاء الله تجمع جميل بين قدام الاتحاد والاهلي، كيف ترى انت كلاعب ايضا وايضا لحمه كبيره بين لاعبي الاتحاد والاهلي؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر القائمين والمنظمين والقائمين على هذه البطوله. صراحه لنا الشرف الكبير في المشاركه في محفل زي هذا المحفل. صراحه تجمع رائع بين زملاء من اللاعبين السابقين اللي يمثلون نادي الاتحاد واللي يمثلون النادي الاهلي. صراحه فكره رائده وفكره نتمنى ان شاء الله انها تتكرر في كل المشاركات وفي كل البطولات وفي كل دورات الحواري. هذه طبعا بادره جيده ومشجعه للاعبين الناشئين انه يشوفوا لاعبين سابقين مثلوا انديه كبار زي النادي الاهلي. اول شيء نسال الله رب العرش العظيم انه يردهم لنا سالمين ويحفظ امننا ويحفظ دولتنا من كل عدو يعني يريد يمس بامن هذا البلد، واحنا معاهم قلبا وقالبا وندعي لهم في سجودنا.